في واقعة نادرة الحدوث، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار الشيك بدون رصيد. وقال رئيس مجلس النواب إن المشروع خط في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس. تلك الحصانة التي من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيبة سلطة تشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها. كما أكد رئيس مجلس النواب على أن ذلك الأمر قد عرض على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور، وقررت منحه أجلا لتسوية الأمر على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، إلا أن النائب لم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان.